أهلا بيكم. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نعمل المجسم الجميل والمرعب في نفس الوقت ده. هنتعلم تكنيكس كتير من ضمنها إزاي نعمل خيوط العنكبوت في المجسم بتاعنا. يلا نشوف هنعمله إزاي. أول حاجة هنبدأ بيها هنصنع كوخ صغير. أنا قطعت حتت من الكرتون على أساس الحوائط بتاعته، مكتوب المقاسات بتاعتها على الكرتون. قطعت من كل قطعة اتنين للواجهة والجوانب والسقف. بعد كده هستخدم خشب البلسة. خشب البلسة خشب طري جدا بيتقطع بسهولة، عشان كده مميز أوي في الأعمال الفنية. حتى لو ضغطت عليه بضفري هتلاقوا ضفري بيعلم فيه، ومع ذلك قوي. طبعا نقدر نستخدم الأخشاب العادية، استخدمتها قبل كده في فيديوهات كتير لو البلسة مش متوفر. قطعت شرايح رفيعة عشان نغطي بيها الواجهة بتاعة الكوخ. هستخدم الغيار الأبيض في اللزق. الغيار الأبيض أحسن اختيار هنا عشان الشغل يبقى نضيف. بعد كده هبدأ أرص الشرايط دي جنب بعض. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده باغطي حتى الأبواب والشبابيك، هنقطّعها بعدين. بعد كده هاعمل باقي القطع ما عدا القطعتين بتوع السقف. بعد ما نشفوا ده كان شكلهم، هاقطّع الزيادات بس في الواجهة هاسيب حتّة كده حوالي سنتي أو حاجة زيادة. وزي ما أنتم شايفين الخشب بيتقطّع بسهولة خالص. هتعرفوا ليه الزيادات دي بعد شوية. أمّا في الأجزاء الجانبية هاقطّعها على الحواف بالضبط. قبل ما نلزقهم في بعض هاعمل قطعة كده للشباك، عشان كده استخدمت مسدس الشمع، وبعدين حطيت حتّة رفيّعة خالص من خشب البلسا. ودلوقتي هاجمّع القطع على بعضها. هتلاقوا الحتّة الزيادة اللي أنا سايبها في الواجهة هتقفل مضبوط مع الجانب. لو كنا ما عملناهاش كان زمان الكرتون باين وهيبقى شكله مش كويس. جمّعت القطع كلّها على بعضها، وهتلاحظوا أجزاء بارزة كده في بعض الجوانب هاقطّعها. بعد كده هنستخدم الغيرة الأبيض برضه على الجوانب، وهاعمل بيه ألواح خشب كده هاقفّل بيها الجوانب، أكيد عارفينها يعني شفتوها في شكل البيوت الخشبية. هاقفّل من الناحيتين، وطبعًا الزيادات اللي فوق دي هاقصّها بعد ما ينشف. وكمان هاعمل حواف حوالين الشبابيك. هاستخدم قطع صغيرة والزقها، وزي ما قُلت لكم اللزق كله بالغيار الأبيض. هاعمل كل الشبابيك. أمّا الباب فهاعمل برضه نفس الطريقة، بس هاقص الخشب بزاوية من فوق. مجرد شكل بس يعني تغيير. الباب نفسه بقى أخدت قطعة من الخشب على قد الفتحة بتاعة الباب، ولزقت فيها حتة كده زي الأكرة، وبعدين ثبتها مكانها. بعد كده هاستخدم القطعة بتاعة السقف عشان أغطي الأجزاء اللي بتكون موجودة في الحروف بتاعة الكرتون. هاستخدم اللزق بتاع الدهانات، وهاقفل بيه الأجزاء دي. في عندنا 3 نواحي هتكون باينة، هاقفلهم كويس. وبعدين هالزق القطعة دي مكانهم، وهاوصّلهم كده بحيث إن هم يكونوا بارزين من كل جنب شوية. واستخدمت كمان الورق اللي بيكون موجود مع البسكوت ده، كان في البسكوت النايت زمان، ودلوقتي مع بسكوت اسمه 7 days كان موجود عندي. الورقتين دول أنا عاينهم تقريبًا بقى لي سنتين عشان كنت متأكد إني هاحتاجهم. هالزقهم مكانهم على أساس إن هم المعدن اللي بيكون معرّج ده فوق الأكواخ. هالوّن باستخدام ألوان off white وأحمر وبني وأبيض. الجزء اللي فوق لوّنته باللون الأحمر. أمّا الكوخ نفسه هالوّنه باللون الoff white. هالوّن كل حاجة بالoff white دلوقتي. وبعد ما ينشف هالوّن الحروف اللي حوالين الأبواب والشبابيك، وكذلك الألواح الجانبية دي باللون الأبيض. أمّا الباب نفسه لوّنته بلون أحمر غامق أو بني زي ما أنتم شايفينه. بعد ما نشفت الألوان هاعمل تأثير العوامل الجوية بلون أسود متخفف جدًا بالمَيّة. هاحطه كده على المكان، وبعدين هامسح بمنديل الزيادات. طبعًا ده هيوسّخ كده الكوخ ويحسسنا إن هو مستخدم. طريقة بسيطة خالص وسهلة، وإحنا بنعملها نركّز على الأجزاء اللي تحت في الكوخ، دايمًا بتكون متعرّضة للمَيّة والأتربة أكتر. هاكمّله كلّه بنفس الطريقة، وكده يبقى عندنا كوخ جميل. وإن شاء الله في فيديوهات تانية هابقى أعمل لكم بقى بالتفصيل إزاي نصنع كوخ زي كده. بعد كده هنصنع بقى القاعدة. هاستخدم الفلين الأبيض، ده فلين أبيض بس متلوّن من فوق، ما لقيتش الأبيض نفسه. مش هتفرق يعني. قطعت 8 قطع مقاس 25 في 25 سنتي، وهارسم عليهم كده شكل بيضاوي عشوائي. ده هيكون الكهف بتاعنا، الفتحة بتاعته يعني. بعد كده هاقسّمهم لجزئين 4 و4، وهارسم الشكل بتاع الكهف من جوّه. بعد كده هاخد الطبقة اللي فوق وأبدأ أقطّع الشكل بتاع الكهف ده. نستخدم مشرط حامي هيسهّل علينا خالص القطع في الفلين. بعد كده هاخد بقى الطبقة دي نفسها، وآخد الطبقة اللي تحتها أحطها وأعلّم كده بحيث إن هي تكون أضيق شوية. طبعًا إحنا عاوزين نعملها شكل شبه دائري يعني وإحنا نازلين. هافضل أعمل كده بنفس الطريقة لحد ما يوصل عندي الشكل زي ما أنتم شايفين كده الطبقات فوق بعض. ودي القاعدة بتاعتهم. أمّا الجزء التاني فهاعمله بحيث إنه يكمّل الشكل من فوق، يعني بالعكس.
بعد كده هاقطّع الأرضية والسقف بحيث إن هم ما يكونوش مساويين، طبعًا ده كهف يعني وحاجة صخرية، فمش معقولة الأرضية هتكون مساوية. ممكن كمان أكسّر في الحيطان كده بإيدي بالفوم، بتكسّر بسهولة، يعني أعمل شوية شقوق كده وحُفَر. بعد كده هالزق القطع دي في بعضها باستخدام الشمع. الشمع مش أحسن حاجة لكنه سريع. لو عاوزين لزق أقوى يُفضّل إن إحنا نستخدم الغيار الأبيض ونسيبها تنشف بقى براحتها، بتاخد حوالي ساعتين أو 3. وهنا هتلاحظوا تغيير في تصميم الجزء اللي فوق. أنا كنت عامله 4 طبقات، استخدمت طبقتين بس. حسيت كده إن الكهف هيكون حجمه أحسن وشكله أشيك. واستغليت بقى القطع اللي كنت قطعتها قبل كده، ركبتها في بعضها وبعدين هاعملها فوق. عاوز الجزء اللي فوق ده يكون سميك شوية، عشان ده يكون الشكل النهائي بتاع الكهف. وطبعًا ده البطل بقى معانا النهارده، العنكبوت الجميل ده كنت شاريه من علي إكسبريس، موقع صيني. هاحطه في البيت بتاعه اللي إحنا بنعمله له، ولسه طبعًا هنشطّب له البيت ده. كمان استخدمت قطع من الفلين الأبيض متقطعة بشكل عشوائي كده، هالزقها هاعملها كأنها صخور. وقبل ما أكمّل قطعت حتّة خشب على قد القاعدة عشان بس القاعدة تكون قوية، بس لو ما عندكمش خشب خلاص مش مشكلة. بعدين هاستخدم الheat gun ده مسدس الحرارة زي السشوار كده بس بيطلّع حرارة أقوى كتير. طبعًا هنا فايدته إن هو بيقوي السطح بتاع الفوم، بياكله كده ويسيّحه ببعضه ويخلّيه أقوى. الخطوة دي اختيارية، لو ما عندكمش خلاص مش مشكلة. وعشان أعمل الملمس بتاع الصخور هاستخدم خليط من الغيار الأبيض على معجون الخشب الجاهز ده. طبعًا النسب هنا يعني مش محسوبة أوي، على حسب القوام اللي إحنا عاوزينه. حطيت كمان شوية تراب من الشارع وعليهم لون أكريليك أسود. عاوز الخليط يبقى لونه رمادي، وحطيت كمان شوية مَيّة لحد ما الخليط بقى بالشكل ده. بعدين هاغطي كل الأجزاء اللي عملناها قبل كده داخل الكهف. وهنا أنا مش بادهن بس أو بالوّن، لأ أنا باخد قطع سميكة كده من الخليط ده وأقفّل بيه الشقوق اللي مش عاجباني. هاغطّي كل حاجة موجودة. طبعًا اللي باعمله في القطعة دي باعمله في القطعة التانية، وبقى هاسيبهم ينشفوا. خدوا حوالي 3 ساعات على ما نشفوا، ده كان شكلهم. بعد كده عشان بقى نلوّن الصخور، دي طريقة تلوين بسيطة خالص. هاستخدم لون أكريليك أسود مخفف بيه المَيّة، بس الصبغة فيه قوية، يعني كمية اللون موجودة في المَيّة كتير. بعد كده هادهن بيه السطح بتاع الصخور، وقبل ما ينشف بامسح كده زي ما عملنا في البيت، بس هنا اللون مركّز أكتر بكتير. زي ما هتلاحظوا كده هتلاقوا اللون بيتبقى فيه الشقوق، وبعد ما ينشف هتلاقوا شكله بقى أوضح كتير من كده. بعد ما نشف هتلاقوا إن بقى في تدرج لوني من درجات اللون الرمادي بطريقة بسيطة خالص. وبعد كده هاعمل dry brushing بلون رمادي فاتح. يعني هامسح أغلب اللون من على الفرشة، وبعدين هاخفف إيدي كده وأنا باعمل عشان توضح الأجزاء البارزة. طبعًا دي طريقة يعني تعتبر كرتونية شوية في تلوين الصخور، بس هتنفع معانا أوي في العمل الفني ده. بعد ما خلصت باللون الرمادي الفاتح كمان عملت dry brushing باللون الأبيض. وكده البيت بقى شكله أشيك شوية. لكن لو حابين بقى تغمقوا الصخور دي شوية، يعني على حسب المنظر اللي أنتم عاوزينه، هنستخدم برضه نفس اللون الأسود اللي فات، بس هنخففه بقى المرة دي أكتر كتير بالمَيّة، وبعدين هندهن طبقة كده ونسيبه ينشف. ده كان الشكل النهائي للصخور اللي عجبني. بعد كده هالزق بقى القطعتين بتوع الكهف في بعضه، عشان ده يكون الشكل لحد دلوقتي. بعد كده هندخل بقى على الطبقات الخارجية هنضبطها. هنستخدم لها نفس الخليط اللي فات بس بلون بني، أي درجة من درجات اللون البني. بعد كده هندهن برضه ونقفل الشقق اللي موجودة من طبقات الفوم دي والقطعة برضه بتاعة الخشب اللي تحت. هخلص الواجهة بتاعة الكهف كلها، وبعدين هحط مناديل كده في الكهف من جوه عشان لما اجي استخدم التراب ما يقعش فيه. التراب حطيته في علبة بلاستيك، وبعد كده استخدمت شراب نايلون هستخدمه كمصفى يعني. وهبدأ أرش التراب على الأجزاء دي كلها. طبعا التراب ده هيلزق في الطبقة اللي تحته لأنها مليانة غيرها. هكمل باقي الجوانب كلها وكمان السطح من فوق بنفس الطريقة دي، وهسيبهم ينشفوا. خدوا لهم حوالي 4 أو 5 ساعات. في الوقت ده قلت أصنع شوية عظم كده نحطهم في الكهف لزوم الرعب. استخدمت صلصال بينشف في الهواء، أي نوع صلصال أو عجينة سيراميك موجود عندكم. بعد كده أبدأ أشكلها أشكال عشوائية يعني على شكل عظم، مش لازم يكون عظم بشري، يعني إحنا بنعمل حاجة فانتازيا. هعمل كذا شكل من العظم زي ده كده، هعمل راس من فوق وراس من تحت، وبعدين هعمل فيها خط كده بأي حاجة. ده شكل العظمة بتاعت الرجل. أما لو حابين نعمل جمجمة هاخد حتة كده بشكل بيضاوي، وبعدين هعمل فيها فتحتين، هوسع الفتحتين دول وأعمل فتحة صغيرة للأنف. وبعدين هعمل الشكل برضو بتاع السنان. ولو حبينا كمان نعمل جمجمة طائر هنشكلها على شكل قرطاس كده، وبعدين هنعمل العين، الفتحتين بتوع العين والمناخير، ونسيب الكلام ده بقى كله ينشف.
وبعد ما نشف هالوّنه بلون off white حاجة كده قريبة من لون العضم. بعد ما نشف اللون هاستخدم برضه اللون الأكريليك الأسود المتخفف بالمَيّة، استخدمناه كتير النهارده، وبعدين هاغمّس كده العضم فيه واسيبه ينشف. ده هيوسّخه برضه وهيحسسنا إن هو طبعًا قديم ومتاكل بقى له سنين موجود في الكهف. وبعد ما المجسم بتاعنا نشف هاخد المجسم بتاع البيت. هتلاحظوا هنا انه مش متلون لان الفيديو مش ماشي بالترتيب اللي انا حاطه بيه دلوقتي. المهم احدد المكان بتاع البيت وهستخدم ماده اسمها كورك. الماده دي ممتازه قوي في الاعمال الفنيه، لو لقيتوها هاتوا زيها موجوده في المكتبات. هقطع منها اجزاء صغيره على شكل مربعات وهعمل بيها ممشى كده قدام البيت. هقطع المربعات دي وبعدين هرصها قدام بعضها. بعد كده هحدد بيه القلم الرصاص مكان البيت عشان لما اجي اعمل النجيله يبقى عارف ان ما احطش نجيله في المكان ده. بعدين هاستخدم جهاز الحشائش اللي صنعناه قبل كده، جهاز احترافي خالص. هتلاقوا الفيديو موجود في الجنب. وكمان هاستخدم النجيلة ال2 مِللي دي. برضه صنعنا طريقتها، هاحط لكم الفيديو هتلاقوه في الوصف. هاحط شوية غير أبيض وبعدين هنستخدم الجهاز زي ما اتعلمنا قبل كده. للأسف اللقطة اللي كنت باحط فيها النجيلة لأول مرة لقيت الكاميرا مش شغالة. المهم بعد ما خلصت يعني استخدمت الhair spray عشان أحط طبقة كمان من النجيلة في أماكن عشوائية كده، يعني بحيث النجيلة تبقى كبيرة في بعض الأماكن وصغيرة في بعض الأماكن عشان يبقى شكلها واقعي. بعد كده هالزق البيت مكانه، هاثبّته. وعشان أعمل بقى شوية خضرة هاستخدم بودرة الشجر دي، صنعناها برضه قبل كده في القناة بطريقة سهلة خالص. هتلاقوا برضه اللينكات موجودة كلّها تحت الفيديو في الجنب. هاحط منها كده حوالين البيت وبشكل عشوائي برضه في النجيلة، وعشان تلزق هاسقسقها بغيرة أبيض متخفف بالمَيّة بنسبة 3:1. وبعدين هالوّن الممشى اللي عملناه ده بلون رمادي فاتح متخفف بالمَيّة، هيبقى شكله كويس بعد ما ينشف. وكمان عملت فتحات كده عشان الشجر. طبعًا أنا صنعت شجر كتير في القناة دي، هتلاقوا الفيديوهات موجودة في الجنب. ولسه كمان هاعمل لكم الأشجار بكل الأحجام والأشكال إن شاء الله. ثبّت الشجر اللي عملته وبعدين بقى هنكمّل الشغل بتاعنا في الكهف. العضم هاثبّته كده في أماكن برضه عشوائية، هاجمّعه على بعضه. وعشان أعمل خيوط العنكبوت هاستخدم اللزق ده مشهور وشكله معروف. الفكرة إن هو لزج أوي، مجرد ما بنلمسه كده وبنيجي نرفع هتلاقوا فيه خيوط موجودة. أعتقد الخيط واضح قدامكم دلوقتي. هاستغل الفكرة دي وأعمل الخيوط بتاعة العنكبوت. هاخد نقطة كده على طرف حتة خشب وبعدين ألزقها في جنب وأبدأ أشدها. الموضوع يعني مش سهل أوي لأنه بيتقطع كتير، لكن في الآخر مع شوية صبر كده بتلاقوا التأثير شكله كويس جدًا. وكده بيت العنكبوت بتاعنا جاهز، بقى إن إحنا نحطه مكانه. هنعمل كمان حواليه شوية من خيوط العنكبوت. آخر حاجة هاعملها عشان لون التراب ده ما كانش عاجبني، هاستخدم لون أكريليك بني متخفف بالمَيّة وهادّي له طبقة كده عشان أغمقه وكده نكون خلصنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو حابين تدعموني أوي بقى اعملوا شير مع أصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. إن شاء الله هيكون في مشاريع كتيرة جاية مبهرة وهتعجبكم جدًا وهتستفيدوا منها، واسيبكم مع النتيجة النهائية. سلام.